السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. بقى الفيديو ده متصور فيه جزء يوم الوقفة، والجزء التاني كان اول يوم العيد. وحبيت بقى ان انا اشاركه كده معاكم. بقالي كام يوم غايبة عنكم، بس معلش بقى اخدت الكام يوم دول بريك كده مع الاهل والاخوات والحبايب. فكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعل ايامكم كلها اعياد وكلها مناسبات حلوة يا رب، اللهم امين. الفيديو انا عارفة ان هو نزل لكم متأخر، بس حبيت كده ان انا ما اغيبش عليكم وقت طويل، وحبيت ان انا اشارك معاكم كده الحاجات اللي انا عملتها يوم الوقفة، وكمان الحاجات اللي انا عملتها اول يوم العيد. فان شاء الله باذن الله فيديو النهارده يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. لو اول مره تشوفوا قناتي، انا نوره، وبتمنى تنوروني بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم بيه اشعار. بحبكم في الله ودمتم في حياتي اغلى واحلى اخوات وصحاب. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نتابع ونشوف فيديو النهاردة. اول حاجة زي ما قلت لكم، الفيديو بادئ معايا من يوم الوقفة. جهزت كده فطار خفيف وسهل كده ليوم الوقفة، هشاركه معاكم. عملت كده كفتة وسجق، عملتهم كده بطريقة حلوة، طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش افتكاسات كتير. عملت الكفتة العادية خالص اللي كلنا بنعملها بمنتهى السهولة. كمية اللحمة كانت حوالي ربع كيلو، مش كمية كبيرة. فرمت حوالي بصلاية ونص صغيرين مش كبار برضو، يعني لو البصل اللي عندك كبير فضيفي بصلاية واحدة بس. فرمت قرن فلفل حراق كده، حباية من الفلفل السبايسي، وزي ما قلت لكم كده بصلاية كبيرة حلوة. فرمتهم كويس في الكبة مع ربع كيلو اللحمة، وفرمتهم كويس قوي مع بعض. وبدأت ان انا اعملهم كده صوابع بقى او كور على حسب ما انت عايزه. انا عملتهم صوابع كده صغيره. وبعد كده قطعت بقى بصل وفلفل وطماطم، وكمان كان عندي حوالي نص كيلو كده من السجق برضو قطعته تقطيعه كده صغيره زي ما انتم شايفين. طاسه على النار، ضفت فيها حوالي معلقه كبيره من الزيت، وزعتها كويس في الطاسه. واول ما الطاسه سخنت معايا نزلت بكميه الكفته اللي انا عملتها بالطريقة البسيطة خالص اللي قلتلكوا عليها. بصلاية مفرومة، فلفل حراق برضو حباية واحدة عشان كمية اللحمة صغيرة، فالبصلاية والفلفل حجمهم صغير. فرمتهم كويس وقلبتهم مع اللحمة المفرومة بشوية بهارات وشوية ملح وشوية فلفل اسود. وبعد كده عملتهم كده صوابع صغيرة زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطيت طاسة على النار فيها معلقة من الزيت، اول ما سخنت كويس نزلت بكمية الكفتة بتاعتي، اديتها كده تشويحة كده. اول بس ما قفلت مسام الكفتة معايا ولونها اتغير وخدت تحميرة بسيطة قوي، بدأت ان انا ارفعها من الطاسة. وفي نفس الطاسة على نفس المادة الدهنية، ما ضفتش اي مادة دهنية تانية، كنت مقطعة سجق كده مكعبات كده صغيرة شوية. نزلت بيه على طاسة سخنة من غير مادة دهنية، استكفيت بس بالدهون اللي نزلت من الكفتة. وكمان السجق معايا هينزل دهون. شوحت كده السجق كده مرتين تلاتة، واول ما بدأ يتشوح معايا ويتشمع كده ويغير لون، بدأت انزل بالبصل على طول وشوحته كويس مع بعض بالبصل. بعد كده نزلت بالفلفل الاخضر، نزلت بالكفتة بتاعتي تاني، وبعد كده نزلت بطماطم مقطعاها مكعبات. بعد كده بقى هبهر عشان الخضار اللي معايا، الفلفل والطماطم والبصل والحاجات دي كلها يبقى مملح، ما تبقاش الحاجة عدبة. شوية ملح صغيرين، شوية فلفل اسود، وشوية كمان بهارات. ورشيت عليهم كده، قلبتهم كويس قوي وسبتهم بقى ياخدوا كده 5 دقايق او 10 دقايق على النار. وبعد كده هوريكم شكلهم بعد ما يجهزوا. في التوقيت ده انا كنت عجنة عجينة عيش فينو تمام، ولفتها وجهزتها يعني في الصواني زي ما انتم شايفين، وجهزتها دخلتها الفرن على درجة حرارة 190 درجة. الصاج معايا في الرف العلوي خالص، والصينية في الرف الأوسط. شغلت النار من تحت بس، وأول ما أخدوا معايا لون من تحت كويس شغلت عليهم الشواية، أخدوا لون خفيف برضو أصفر خفيف كده من فوق. بعد كده بخرجهم من الفرن، بديهم رشة كده بالبخاخ بتاع المية،
بغطي عليهم بفوطة وبسيبهم 10 دقايق بيطروا معايا، وبيبقى شكلهم ما شاء الله وطعمهم اللهم بارك. السجق معايا برضو كان خلاص جهز، ووريتكم شكلهم. ده كان فطار يوم الوقفة. خلصته الحمد لله على خير، وخرجنا بقى. كان عندنا كده خروجة كده حلوة كده مع اخواتي بقى وحبايبي كده، اتجمعت مع اهلي. وبعد كده بقى سهرنا هناك لغاية الصبح. مش الصبح قوي يعني، لغاية حوالي الساعة 2 كده. بعد كده بقى رجعت، قلت بقى اجهز معاكم الحاجات دي. كانت اول يوم العيد، انا مجهزة معاكم الحاجة دي دلوقتي. اول يوم العيد كانت حوالي الساعة 4 قبل ما ننزل لصلاة العيد على طول. الترمس ده انا عاملاه قبل الوقفة بيوم، او قبل الوقفة حوالي بيومين بس، يعني صورته وما نزلتوش معاكم في اي حاجة. حبيت ان انا اسيبه كده وانزله معاكم في تجهيزات العيد. تمام. عملت ايه؟ جبت ترمس عادي خالص، جبت كيلو من الترمس، نقيته كويس وغسلته ونقعته حوالي 8 ساعات او حوالي 9 ساعات. وبعد كده تاني يوم سلقته عادي، بيتسلق عادي. بتحطي عليه ميه وبتحطيه على النار، بترفعيه على النار، بيتسلق معاكي، بياخد حوالي من نص ساعه لساعه الا تلت كده على النار. بعد كده سبته يبرد تماما في الميه بتاعته زي ما هو، ما خليتوش يتسلق كتير على النار عشان ما يبقاش طري معايا. وبعد كده غيرت عليه الميه وسبته في ميه بقى نضيفه حوالي ساعتين. وبعد كده جهزت له بقى يعني الميه بتاعته اللي هيفضل فيها طول فترة التمليح، وهي عبارة عن مية عادية خالص من الحنفية. ضفت فيها معلقتين كبار من الشطة، 3 معالق كبار كده من أو 4 معالق كبار كده من الملح. بعد كده عصرت فيهم حوالي ليمونتين أو 3. قلبت الكلام ده كويس قوي مع بعض. وكان الترمس معايا كنت حطاه في ميه نضيفه حوالي ساعتين 3. بدات ان انا اطلعه كده، انشله من الميه العذبه واضيفه في الميه المملحه، وحطيته في العلبه دي زي ما انتم شايفين كده. هغطي عليه وادخله التلاجة. انا عاملاه قبل الوقفه حوالي بيوم، يعني الوقفه كانت يوم التلات، انا عملته يوم الاثنين الصبح. تمام. هوريه لكم بقى دلوقتي وانا بجهز بقى حاجه العيد. دلوقتي كده كانت قبل صلاه العيد حوالي كانت الساعة 4. في التوقيت ده قلت بقى أجهز معاكم كده صينية الضيافة، أو الحاجة اللي بتبقى موجودة عندنا في كل بيوتنا كده، عشان لما بيجي لنا ضيوف أو لأولادنا بقى وفي البيت والعادي يعني. بدأت إن أنا أجهز الحاجة كده زي ما انتم شايفين. يعني أنا جهزت الحاجة وظبطتها لهم كده على ترابيزة السفرة. وبعد كده سبت بقى الدنيا كده ونزلنا لصلاة العيد على طول. وهوريكم برضو الأجواء في صلاة العيد كانت عاملة ازاي. أخدت لكم كده مقطع بسيط جدا من صلاة العيد. بدأت أعمل ايه. أول حاجة طبعا الحاجات دي كلها احنا عاملينها مع بعض في القناة. جبت كده طبق فاضي رصيت فيه الكحك، كنت عايزة أوزع السكر. جبت بقى الصينية بتاعة التقديم، وعشان ما كنتش حابة إن يكون مثلا الحاجة على الصينية على طول، فجبت ورقة زبدة وقصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه، اي شكل تحبيه. يعني انا قصيت قصة عشوائية فطلعت معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني مثلا تقولي سمكة، تقولي مش عارفة الشكل طلع ايه بصراحة. بس انا كان الاساس ان انا ما كنتش عايزة اضيف الكحك والبسكوت والحاجات دي على الصينية على طول. كنت حابة تكون في ورقة زبدة تحتيهم. كنت عايزة اقصها بشكل مدور يعني زي الصينية، بس ما نفعش وطلعت معايا كده. مش مهم خالص يعني، المهم ان هي قضت معانا الغرض وخلاص. جبت طبق عادي وبدأت ان انا ارص الكحك فيه، ورشيت كده عليه بالسكر عشان بس ما بهدلش صينية التقديم بتاعتي. وبعد كده بدأت ان انا انقل الكحك في صينية التقديم. وكمان هقسم الصينية معايا كده ل3 اجزاء، عشان هضيف نص الصينية كده فيها كحك، والربع التاني فيه بسكوت، والربع التاني فيه بيتي فور بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا البسكوت احنا عاملينه مع بعض في القناة، مقرمش وطعمه حلو. احتفظي بيه زي ما قلتلك، احتفظي بيه في علبة، وجوه العلبة يكون في كيس محطوط جوه البسكوت، ومقفول الكيس كويس، ومقفول عليه العلبة كويس عشان البسكوت معاكي ما يطراش. اما البيتي فور انا بحتفظ بيه في علبة كده محكمة الغلق، وبحطه على رف التلاجة، عشان طبعا هو متزوق فيه شوكولاتة وفيه حاجات من دي، عشان الحاجات دي بس ما تسحش مش اكتر. اما البوتيفوراية معانا ناعمة ودايبة وما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. جربوه بنفس المقادير ونفس الطريقة، وان شاء الله بإذن الله يعجبكم جدا. هنا بعد ما خلصت بقى الصينية بتاعة تقديم كده الكحك والبسكوت، كنت ممكن احط كل حاجة لوحدها، بس انا كنت حابة الشكل ده. كنت حابة احط الكحك والبسكوت والبيتي فور مع بعض كله. تمام.
خلاص بقى هسيب دي، وبعد كده هجيب بقى العلبة بتاعتي التانية اللي هي متقسمة بالشكل اللي انتوا شايفينه. هضيف فيها المكسرات، هحط فيها، كنا برضو جايبين مع بعض كده شوية مكسرات وحاجات كده، عرفتها لكم في فيديو المشتريات اللي فات. هنبتدي برضو نضيف الحاجة دي زي ما انتوا شايفين كده. حبيت ان انا اضيف المكسرات في العلبة اللي هي متقسمة اجزاء دي، حسيت ان هيبقى شكلها الطف واحلى. ضفت كده عين الجمل زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هضيف اللوز في الخانة التانية. اللي لسه اول مرة يشوف قناتي بتمنى ينورني بالاشتراك في القناة. ما تنسونيش في اللايك على الفيديو، عشان اللايك على الفيديو بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد ممكن يشوف الفيديو والفيديو يترفع. ف تشجعوني اكتر واكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوة كتير من النوعيات الفيديوهات الحلوة اللي احنا بنعملها مع بعض. قناتنا يعني تخصص قناتنا في المطبخ، مش اي حاجة تانية. احنا مش بنعمل اي حاجة تانية غير المطبخ، سواء طبخ او ترتيب او تنظيم، كله في المطبخ. تمام. فبتمنى ان محتوى القناة يعجبكم، وان تقديم الفيديوهات يكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله بإذن الله ننوع الفترة اللي جاية اكتر واكتر في الفيديوهات، في نطاق برضو التخصص بتاعنا. فان شاء الله بإذن الله القناة تكون عند حسن ظنكم. بس اهم حاجة ترفعوا لي الفيديوهات باللايك، وكمان شير الفيديو كده مع اصحابكم وحبايبكم عشان الفيديوهات تتشاف. هنا بدأت بقى، حطيت زي ما قلت لكم كده في العلبة دي المتقسمة، حطيت فيها المكسرات وكمان حطيت فيها اللب. طبعا التسالي والحاجات دي كلها، يعني بتبقى الحاجات دي كلها بقى حلوة في العيد. هي بتيجي طبعا في ايام تانية غير العيد، بس بقى ليها فرحة تانية وليها بهجة تانية واحنا بنجهزها كده للعيد. عايزة اقول لكم انا كنت بجهز الحاجات دي كلها، والتكبيرات كانت شغالة في المساجد حواليا يعني، وكمان انا كنت مشغلة التكبيرات في التلفزيون. فكانت اجواء حلوة قوي. وانا بسجل معاكم الفيديو في رابع يوم العيد، انا يعني بحط الصوت على الفيديو دلوقتي في رابع يوم العيد، وزعلانه يعني انا زعلانه جدا ان ايام العيد خلصت وعدت. فيا رب يجعل ايامنا كلها اعياد، وكمان ينصر اخواتنا يا رب في فلسطين، ويهون عليهم اللي هم فيه، وربنا يجعل نصرهم قريب ان شاء الله. هنا بقى كان الترمس زي ما قلت لكم، انا حاطه مقطع التمليح بتاعه في نفس الفيديو ده، بس انا عاملاه قبل الوقفه بيوم. تمام. فهو كده كان موجود في ميه التمليح بتاعته دي حوالي يومين، فكان اتملح كويس قوي، يعني كان ملحه بقى مظبوط وكان حلو جدا. جبت كمان الاطباق الصغيره دي وضفت فيها الترمس، وجبت التماره وضفت فيها التمر. احنا بنحب التمر الناشف كده يكون موجود مع الكحك والحاجات دي، وكمان بنحب ناكل منه قبل ما ننزل لصلاة العيد. كمان جبت البونبونيرة وحطيت فيها البونبوني والشوكولاتة، وجبت كمان الطبق الكبير ده وبدأت اضيف فيه كده السوداني. يعني حاولت ان انا احط لهم كل الحاجات اللي انا كنت مجهزاها ومرتباها ان انا هحطها في اليوم ده، حاولت اجهزها وانظمها. وفعلا الحمد لله والشكر لله ان انا عرفت اجهز لهم وانظم لهم كل حاجة قبل ما انزل لصلاة العيد، لان فعلا طلعوا من صلاة العيد يعني عايزة اقول لكم طلعوا يعني على الحاجات دي على طول. كنت انا بقى بسرعة بسرعة كده غليت اللبن وعملت لهم الشاي بلبن. فربنا يجعل ايامنا كلها اعياد، ويجعل بيوتنا كلنا يا رب مستورة وعمرانة بالخير كله. بعد ما خلصت بقى الاجواء دي زي ما قلت لكم، جهزنا ولبسنا ونزلنا بسرعة لصلاة العيد. كانت الصلاة حوالي الساعة 6:05، احنا نزلنا من البيت الساعة 6:45. فنزلنا بوقت طويل ووقت كافي، قعدنا بقى نكبر كتير كده، وشوفوا اجواء ما شاء الله اللهم بارك. فيا رب فيديو النهاردة كده يكون عجبكم، ويكون فيديو خفيف على قلبكم. بحبكم في الله، ودمتم في حياتي أغلى وأحلى اخوات وصحاب، واشوفكم دايما على خير في فيديوهات جديدة وفيديوهات متنوعة، ومع ألف سلامة.